وبودكاست كولين اند سمير مع مارك زوكربيرج كان في موضوع مهم جدا بيتناقشوا فيه. Mark Zuckerberg, welcome to the show. Thanks for having me. Good to see you guys. Thanks for being with us, man. الفكرة الجديدة OG فيسبوك مرة تانية، So this is phase one of bringing back OG Facebook. وده هيبقى تاب الفيد بتاعه كله من الفريندز عندك زي OG فيسبوك زمان لما كان الفيد كله أصدقائك اللي بيكتبوا حاجة أو بيشيروا أي حاجة قبل ما الفيد كله يبقى بيجز. I think the friends tab is kind of an early and simple one, right? It's kind of like newsfeed, but it's just all the content from your friends. المهم كولين بيقول لمارك isn't the toothpaste kind of out of the tube. مش احنا خلاص بقى عندنا الجوريزم وتعودنا ان الكونتنت كله اللي قدامنا كيوريتد بناء على الحاجات اللي احنا مهتمين بيها. بعدين اصلا مين لسه بيعمل كونتنت على الاكاونت بتاعه او بيشارك اي حاجة شخصية على فيسبوك؟ انا شخصيا ما اعرفش حد من اصدقائي بيعمل كده، اللي هو زي زمان بقى لما كنت بتدخل تكتب حاجة او تعمل ميمز. دلوقتي we are too lazy بنشير الميمز، بس معظم الناس بقت مش بتشير حاجة على البروفايل بتاعها اصلا. فهل انا هفتح الفيد ده هلاقي مفيش كونتنت اصلا؟ وهيبقى شكله عامل ازاي؟ وهيبقى مونيتايزد ازاي؟ يعني دلوقتي في اعلان ظهر في النص، مين اللي هياخد الارباح بتاعت الاعلان ده؟ وهل احنا فعلا عايزين نرجع للاو جي فيسبوك، ولا هو بس مارك زوكربيرج عايز يعمل حاجه وخلاص؟ هو معظم قراراته ناتجه عن ان هو عايز يعمل حاجه بس قدام البورد بتاع ميتا علشان يبين لهم ان هو بيشتغل، لكن هو في الحقيقه ما عندوش افكار بقاله 10 سنين مثلا. قولي في الكومنتس انت ايه رايك؟ هل انت عايز ترجع لفيسبوك القديم 2010 2012 2013 الجو ده، ولا عايز تفضل في 2025 الالجوريثم، ولا انت مش بتستخدم فيسبوك اصلا خلاص بقيت مش مهتم ايا كان شكله عامل ازاي؟